المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد. كبير على جلب اللاعبين بالجملة، ولكن في آخر المطاف البطولة الوطنية لم تعد تنتج لاعبين بإمكانهم يعني تقديم الإضافة المرجوة في المنتخب الأول أو حتى في مسيرتهم الكروية. أين الخلل؟ الخلل ذكروا على كل حال ياسين، والناس كل ملاحظة أين هو الخلل. الخلل أولا وقبل شيء على رأس كل مشاكل هو أننا لا نكون. هذه التكوين سور لو تاع دي جون اللي راهم يطلعوا سون سويفي سون ميثودولوجي بدون مؤطرين وامور على مستوى الفرق، ومن بعد يلحق ومن بعد لعبوا اون سينيور. قلنا باللي المشكله هي في التكوين. انا حبيت أن نرجع، لابد علينا اننا نتعلم في اطار الرياضه اننا ندير وقفات ندير فيهم حصيله. انا نقول في 2010 كانت قرارات رئيس الجمهوريه انذاك هي قرارات مرافقه، اللي كان يتكلم على المرافقه كانت قرارات مرافقه الانديه المحترفه، واللي اتخذت مجمل القرارات اللي اتخذهم انذاك رئيس الجمهوريه، اللي هو اعطاء اراضي للتكوين 10 ملايير سنتيم من اجل بناء السونتر، الحافلات زائد لا بريزون شارج تاع لا فورماسيون دي جون، سيتادير لا فورماسيون دي جون، لور ديبلاسمون لور هيبرجمون والماكله تاعهم وامور كل كانت بريزون شارج بار ليتا. نقول انا اين نحن من تلك القرارات باش نفهم لماذا علاش خارج ديجا، سيتادير الى في اونتيسيبي، كانت لونتيسيباسيون تاعو كان استعملها في من قبل. هذه باش نقول انا اليوم باش ندير احصائيات، باش ندير ان بينون، باش نعرف اين يكمن الخلل، اين المشكل، لماذا لم نحقق قرارات رئيس الجمهوريه سيدي. مش امر سهل، يعني مش امر انه سي لو كونسي دي مينيستر واللي حط ودار دي كاس ودار ومن بعد ما كانش ولا فريق اللي يحقق تلك الامور. داو الفرق سيبري دات الكيران مي اندور دي بيوس الاراضي امور طرحت اشكاليات كبيره جدا. ولكن اذا حددنا المسؤوليات والادوار، رؤساء النوادي المسيرون هم من لا سي اون شان دو ريسبونسابيلتي، ما تقدرش تحصلها في شخص، لان سي اون شان سيتادير هذا مرتبط بهذا، لانه القرار مثلا ما كانش في الرئيس عليه انذاك انا كنت منهم انك تدير طلب، مطلوب عليا انني ندير طلب للولي، الولي هو اللي يخصص لي ارضي بقعتها. احنا في مدينه برج بوعريج فين دارت خصص لنا 5 هكتارات، من بعد ولا 2 هكتارات ومن بعد راحت، والقرار انه النهار الاول نتمدد في ارض زراعيه. لا داعي للدخول في التفاصيل، لانه كل ولايه او كل فريق له خصوصيته له مشاكله وله كل اموراته، ولكن احنا بغينا باش نفهم لماذا نحن هنا بعد 16 سنه من الاحتراف، إلا الاحتراف هذا ما بين قوسين الذي صور لنا آنذاك على أساس أنه لاباناسي هو اللي راح يطور الكرة وراح تكون الكرة أجمل مما كانت عليها فإذا به نلاحظ عكس تلك الطموحات. اليوم أنا نقول لك في حتى الأندية بالصورة المعروفة في الجزائر، يعني هو عينة خاصة بالنسبة لنادي لا عينة. قلنا كي نهار درنا لو بيلان كنا أمام أمرين اثنين، يا نعمم اون جينيراليز لو كابارادو، نعموا على الفرق وتصبح الفرق اوتونوم مستقلة ماديا وتكون لاعبيها، او نختار موديل اخر، موديل التموين. اليوم راني احنا باسكو رانا نتكلموا ماناش نتكلم في مدى موضوعيه السياسه، احنا نتكلم لماذا نحن نتخبط في بطوله رديئه